نبيل عماد دونجا جاسوس لصالح بيراميدز داخل نادي الزمالك من بني عبيد، هدفه تدمير الزمالك. شايف النطحه دي رجعتني لذكرى جدي ضربني بالقرن في سرتي. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين والف مبروك للزمالك. عايزك تستعد وتديني لايك بدري ويلا بينا. بدا ماتش الزمالك وبيراميدز بان كل الاعداء اتراضوا، الاهلي وخد الدوري، بيراميدز وخد افريقيا، فمش هتسيبوا حاجه للابيض الطيب بقى. واعتمد ميروسلاف على انه خد افريقيا ودي فيها يجي 54 دوله، فلو خسرنا مصر مش ازمه. اما ايمن الرمادي فهو نزل بنفس التشكيله اللي غلبت فاركو، غلبت بيراميدز كمان. طب الحمد لله. المهم الشوط الاول كانت محاوله فاشله لاغتيال فرحتنا بالعيد من كتر الملل، بس جه جول وكلنا فته فعدت. وده حصل في الدقيقه 29، لعيبه الزمالك مش مديه يا اخوانا بعد كوره في نص الملعب. وده حصل في الدقيقه 29، لعيبه الزمالك مش مديه يا اخوانا وكوره في نص الملعب، لا واقف عليها توني كروز ولا بدري ولا انا ولا قفشه، فهيحصل ايه يعني؟ وليد الكارتي هيتقمصنا ويلعب طوليه جامده، حسام عبد المجيد هيطلع اقصر منها توصل لقطه اللي هوبا 1-0 للبيراميدز. عشان تخلص احداث الشوط الاول على كده وقرر ادي لك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر فيديوهات هروب العجول اللي بنتفرج عليها بلا هدف. انت بتاخد رايي في القرعه عليه؟ انا ما بحبش اسمع صوت واحد مش واخد افريقيا. الغنى الفاحش شد وسط انفخ صدرك. احنا متضايقين قوي. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. انا نفسي افرقع ولا فسي بس ارتاح من العبث ده. الحاج عبد الله بيسلم عليا برجليه الاثنين. يا جدعان صبحي بيترمي بدماغه، هو كسر سيامه على بانجو. شايف النطحه دي رجعتني لذكرى جدي ضربني بالقرن في سرتي. جماهير زملكاويه متعطشه للقب يتيم افضل من لا شيء. احنا اتهزقنا قوي والدنيا جت علينا. فين ايام حسن شحاته؟ ما كانش حد عنده ميكروفون يقول علينا الكلام ده. الحمد لله انا والشناوي عملنا حركه ثوريه ضد الفيفا اسمها بلا جوانح، عشان كره القدم بالقدم مش بالايد، وده اللي خلاني سبت الكوره. انا اكتشفت حاجه، القطط بتهيج في الصيف. ايه الجون ده؟ ودي رساله بوجهها لكل اعداء الزمالك. اللي هيضرب رصاصه انا هضرب 10. الحمد لله على السلامه. اللي متابعني من الاول عارف ان انا دلوقتي بحط فقره ابو المهازل، بس انا غيرت هحطه دلوقتي في الاخر واحكي لك اللي حصل في الشوط الثاني دلوقتي. الشوط الثاني الزمالك فاق سيكا، وده اللي خلى الماتش ممل برضه لان بيراميدز باظ بعد الفوقان ده، بس جه جول وده في الدقيقه 78 بعد طوليه قوي من فتوح يفاجئوا بيها الشناوي اللي كان بيقدم طقوس تزاوج الضفدعه، بس ناصر منسي ما يحترمش ده ويحطها بين رجله و1-1 للزمالك. الاحداث بتخلص بسرعه قوي، بس ده ما يمنعش ان ادي لك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الواجب اللي انت هتعمله معايا، اللايك والشير والتعليق والاشتراك، فيعني يا ريت يلا. الصراحه الموقف ده انا ما اقدرش عليه، بس ما تيجوا نربع ونفرش جرايد وصواني فته واهلا بالعيد. نقطه ضعف اي عرضيه هي حركه باليه المحله اللي انا بعملها دي، اللي بتصدر فيها كعبك وقفاك للكوره. تمني النفس ببطوله قبل نهايه موسم، هو الاصعب على نادي الزمالك ان هو يخرج خالي الوفاق تماما. ولا يهمني، انا سمعت كلام اصعب من ده بكتير. انا مش شيش بيش وعينيا لسه شغاله، انا بس بديله العيديه. يا اوعى شوف دي وشوف دي. الله ارنب، الحمد لله على السلامه. انت كده وصلت معايا لفقره اسرار وخبايا المستديره، اتفضل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في المحله وبني عبيد ومنظمات الاستخبارات والجاسوسيه. نبيل عماد دونجا جاسوس لصالح بيراميدز داخل نادي الزمالك من بني عبيد، هدفه تدمير الزمالك. فلو بصينا على انتقالات دونجا سنجده بدا في بيراميدز ثم انتقل الى الزمالك في عام 2022. فبراير 2022 ذكرى ميلاد الفنان سمير الاسكندراني ثعلب المخابرات الذي وقع بجواسيس الموساد. سيبك من الاستاذ سمير الاسطوره وامسك في الاسكندراني، هتلاقي السجق الاسكندراني. السجق الاسكندراني الذي يبيعه مخبز مياد السيد بدوي الذي يقع بجوار نادي بني عبيد، نادي بني عبيد الذي غلب الزمالك في كاس مصر في عام 2009 والذي لعب له دونجا ايضا. تصدق لو دونجا جاسوس بجد مش عارف يأديها برضه. طب خد الثانيه، لعب دونجا لاول مره في الدرجه الاولى مع نادي الاسيوطي بيراميدز حاليا. الاسيوطي الذي كان يقع مقره بين بني سويف والفيوم، الفيوم بلد الكتاكيت والطيور، الطيور التي منها العصافير. العصافير في الشغل هي اللي بتنقل كل حاجه بتشوفها وبتسمعها زي الجواسيس. هو في حد بيشجع بيراميدز بجد؟ ما تفوقوا يا جدعان، ما تاخد الناحيه السريعه. لعب دونجا بين الزمالك وبيراميدز مده 9 سنوات. 9، الرقم 9 الجاسوسيه هو مصطلح يستخدم ويشير الى عمليه استخباراتيه او عمليه تجسسيه، وغالبا ما يستخدم في سياق الاستخبارات والتجسس. وبشبك الخيوط اذا نبيل عماد دونجا جاسوس لصالح بيراميدز داخل نادي الزمالك من بني عبيد، هدفه تدمير الزمالك. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم
اسرار وخبايا المستديره. هسيبك واكل فته تاني. الحمد لله على السلامه، انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وعيد مبارك عليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. بس كده انا كده خلصت، سلام.